هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. النهارده بقى اكلمكم عن القسم اللي عليه طلب كبير جدا، اللي هو قسم اشعه. وهجاوبكم على كذا سؤال زي التكليف، وبرضه هقول لكم المرتبات، وهقول لكم شويه حاجات كده انتوا مش فاهمينها، فلازم تعرفوها في الاول قبل ما نبدا اي حاجه. اول حاجه ناس تقولي ان الكليه ملهاش تكليف. احنا اول دفعه في جامعه المنصوره الاهليه، في طبعا اماكن تانية الدفعات بقت اكبر، بس الفكره ان الكليه لسه جديده. فانتوا عايزين تكليف لمين اصلا؟ هو لسه محدش اتخرج، يعني هو لسه الكليه جديده وبيتطوروا واحده واحده. يعني مثلا عملوا نقابه لعلوم صحيه، خرجت من القطاع التكنولوجي بقت في القطاع الطبي، وده طبعا بين كل حاجة وحاجة بتاخد وقت، فمستعجلين على كل حاجة. يعني لو كلية ملهاش تكليف فانا خلاص انا مش هدخلها. طب ما استنوا، يعني واحدة 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 كله هيتظبط. فهي لسه جديدة، فلسه مفيش قرار الزامي بالتكليف، بس هل بعد كده هيبقى فيه؟ اكيد. حتى كمان دلوقتي ان في ناس بتعمل عقود بتكون فترة مؤقتة، ناس يعني بتطلب خريجين من علوم صحية عشان يشتغلوا بعقد مؤقت، بس بيطلبوهم بالاسم، يعني اللي هو ايه، انا عايز خريجين من علوم صحية، فاللي بيقدم خلاص بيروح. فهي واحدة واحدة الموضوع ده هيتحل، يعني مش أزمة. فاهمين قصدي؟ وانتوا كمان لسه هيبقى قدامكم 4 سنين على ما تتخرجوا، فهل يعني خلال ال4 سنين دول مش هيتحسن أي حاجة؟ أكيد هيتحسن. حاجة كمان بيقولوا لغوا سنة الامتياز. طيب هي فيها ايه لما يقصروا علينا المسافات؟ يعني هو احنا مش خلاص مفيش امتياز؟ احنا هناخد التدريب اللي احنا بناخده في الامتياز هناخده على خلال ال3 سنين اللي بعد كده. يعني اول سنة هيكون فيها مثلا تربية عسكرية، هيكون فيها تدريبات بسيطة، اللي هي مش تدريب بقى، هيكون فيها مثلا كورسات او حاجات زي كده لأشعة المختبرات، حاجات زي كده. بعد كده بقى من سنة تانية واحنا طالعين بناخد التدريبات عادي. يعني ده بدل ده، فبيقصروا المسافات. يعني هما كده مش حارمينكم من حاجة من الآخر. ففيها ايه؟ عادي. انتوا يعني عايزين كتر سنين؟ مش فاهمة بجد، يعني حاجات عادية جدا وبتكبروا المواضيع عليها. خلينا بقى ندخل في الموضوع على طول. متنسوش تعملوا لايك. اول حاجة هعرف لكم قسم اشعة يعني ايه الهدف منه، وهقول لكم على فرص الشغل جوه مصر وخارج مصر، وهقول لكم برضو على المرتبات. طبعا انا كاتبه كل حاجه هنا عشان ما انساش حاجه. اول حاجه هقول لكم فكره القسم ووظيفته ايه. قسم اشعه بيركز على تشخيص الامراض باستخدام تقنيات تصوير مختلفه، والطالب فيه بيتعلم ازاي يشتغل على اجهزه التصوير الطبي. طبعا بيقرأ الصور بشكل مبدئي، وبيساعد الدكتور في تحديد الحالة. قسم الأشعة في كلية علوم صحية بيأهل الطالب ان هو يكون اخصائي تصوير طبي، مش دكتور أشعة. عشان انتوا بتقولوا هل احنا كده بنكون دكاترة؟ انت بتكون دكتور لما بتعمل دراسات عليا في الاخر، انما انت بتتخرج اخصائي. يعني انت مش دكتور، لكن بتكون الشخص اللي بيشتغل على الاجهزة وبيطلع الصور اللي الدكتور بيشخص عليها الحالة. هدف القسم ايه؟ هدف القسم اول حاجة اعداد كوادر قادرة على تشغيل أجهزة التصوير الطبي. تاني حاجة معرفة أساسيات قراءة الصور بشكل مبدئي، لكن التشخيص النهائي بيكون للطبيب. تالت حاجة بتكون تطبيق معايير السلامة الإشعاعية للمريض وللفريق الطبي. بقى هو دورك بعد التخرج؟ انت بتشتغل جنب دكتور الأشعة، لكن انت بتكون المسؤول عن ضبط الجهاز، وانت اللي بتختار الإعدادات، وانت برضو اللي بتخلي المريض يعني يكون على الجهاز بشكل مظبوط. بتتعامل مع كل انواع الاشعه، وده طبعا بيكون على حسب التدريب اللي انت هتاخده. انواع الاشعه بقى اللي انت هتدرسها ايه؟ زي الاشعه السينيه اللي هي الاكس راي، وطبعا دي بتدرسها في الفيزياء. زي برضو الاشعه المقطعيه، الرنين المغناطيسي، والموجات الفوق صوتيه اللي هي الالترا ساوند، برضو في الفيزياء. كل ده هتاخدوه في الفيزياء عموما وفي الجامعه. برضو الطب النووي والاشعه التداخليه. ايه بقى هي طبيعة الشغل بعد التخرج؟ في المستشفيات بتشتغل على الأجهزة طبعا، يعني بتشغلها وكده، وبتشخص الحالات مع فريق الأطباء. ممكن برضو تشتغل في مراكز الأشعة المختصة،
او بتشتغل في شركات الاجهزة الطبية. يعني انت مثلا بتدرب الفرق الطبية على ان هم ازاي يستخدموا الاجهزة. ممكن بقى تعمل ابحاث او تدريس طبعا بعد ما تعمل دراسات عليا. فرص الشغل بعد التخرج داخل مصر، بتشتغل في مستشفيات حكومية لو طبعا التكليف اتطبق وان شاء الله يعني قريب، فبيكون الراتب ممكن يكون من 5000 ل 8000 جنيه مصري كبداية يعني. لكن غالبا بيكون أبطأ في الترقي، ان انت لما بتترقى في الراتب ده بيكون بطيء. ممكن برضو تشتغل في مستشفيات خاصة او مراكز اشعة، الرواتب اعلى من 7000 توصل ل 15000 حسب خبرتك ونوع الجهاز اللي انت شغال عليه. طبعا في اجهزة بتكون اعلى في الاجر، فعلى حسب بقى الجهاز اللي انت هتكون شغال عليه. ممكن برضو تشتغل في شركات الاجهزة الطبية، تدريب الفنيين وبيع الاجهزة، ودي ممكن تبدأ من 10000 جنيه، بتزيد يعني مرتبك بيزيد مع الخبرة. ممكن تشتغل في معامل ابحاث او تدريس لو طبعا كملت دراسات عليا وماجستير، يعني لو ماجستير ودكتوراه وكده خارج مصر، وخصوصا في الخليج زي السعودية والامارات وقطر. الرواتب بتكون من 7000 ل 12000 ريال. حتى انا كنت شايفة ان في الامارات بتبدأ من 8000 ل 10000 درهم، فالرواتب حلوة جدا، يعني هتعدي 100,000 جنيه في الشهر، ودي حاجة كويسة جدا. طبعا ده بيكون غير السكن والمواصلات. برضو لازم يكون معاك شهادة خبرة 2 على الأقل، ومعادلة، وعلى حسب البلد يعني بيكون ليها اختبار أو كده. الشغل هناك متطور أكتر وأجهزة أكتر وحديثة، وبتاخد تدريب مستمر. بالنسبة لمميزات القسم ان هو مطلوب جدا جدا، مطلوب عالي في سوق العمل، كمان في المستشفيات الخاصة والدول العربية. مرتب كويس نسبيا بعد اكتساب خبرة. الشغل متنوع ومش روتيني طبعا، لان كل حالة بتختلف عن الحالة التانية. العيوب بقى ان التعرض للاشعاع، بس طبعا بيكون تحت ضوابط امنية، محتاج تركيز عالي جدا ودقة. ضغط الشغل ممكن يبقى كبير في المستشفيات الكبيرة، وانا بنصح دايما ان انتوا تشوفوا الشغل في مستشفيات، لان الرواتب بتبقى اعلى. في مصر الشغل مطلوب جدا في المستشفيات الخاصة والسلاسل الكبيرة شوية، وفي الخليج رواتب عالية جدا. وبس لازم يبقى معاك طبعا خبرة وشهادات معادلة. دراسة صعبة ولا لأ؟ ده طبعا هي مش صعبة لو انتوا بتحبوا شغل الأجهزة. الجانب العملي أكتر، التدريب العملي مهم جدا جدا. ممكن تقف على أجهزة الأشعة من سنة تانية أو تالتة، يعني بتبقى على حسب الجامعة. طب هل القسم مطلوب في المستقبل؟ الطلب عليه في تزايد مستمر، وده طبعا بسبب التوسع في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية، بالذات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي. ده طبعا مطلوب جدا، لأن عدد الناس اللي بتتدرب قليلين في الاتنين دول بالذات. في الخليج التخصص ده مطلوب جدا عن تخصصات طبية تانية، لأنهم دايما بيحتاجوا ناس متخصصة في التصوير الطبي. مميزات برضو الشغل في الأشعة تنوع الأجهزة، وده بيديك تطور أكتر، ان انت يعني تطور من نفسك اكتر، فده بيخليك ان انت تنتقل لمستوى اعلى. الشغل فيه جانب تقني اللي هو الاجهزه، وفيه جانب انساني اللي هو التعامل مع المريض. زي ما قلتلك فرص السفر اعلى من تخصصات تانية. فبس يعني اعتقد ان دي كل حاجه ممكن تعرفوها عن قسم اشعه، ودي معلومات كفايه تخليكوا ان انتوا تقرروا هل هتدخلوا ولا لا. وطبعا وريت لكم المواد اللي انتوا هتدرسوها في فيديو المواد، تدخلوا شوفوه، وهتلاقوه برضو في description box عشان تقدروا تشوفوا احنا بندرس ايه في الجامعة. وبس كده، لو عجبكم الفيديو طبعا متنسوش تعملوا لي لايك للفيديو ده وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد. انا مش بتاخر خالص، يعني ممكن 2-3 وبنزل فيديو على طول. واستنوا الفيديو الجاي عن قسم جديد، او ممكن اعمل لكم الفيديو الجاي عن تجميع الاسئله اللي انتوا سالتوهاني. انتوا سالتوني حرفيا اكتر من 400 تعليق عن الكليه، فممكن اعمل لكم تجميعه. وبس كده، بحبكم جدا، اشوفكم في فيديو جديد.